خلت صحابها يعيشوا عندها علشان يخرجوها من حزنها، وممثلة مشهورة كانت السبب في طلاقها. ايه اللي حصل بين جهاد ماهر وعصام صوصة؟ وهل فعلا هم اتطلقوا؟ تعالوا نقول لكم ايه الحكاية. في الساعات اللي فاتت اتصدر اسم البلوجر جهاد ماهر كل اللي ترندات، لكن المرة دي مش علشان خاطر فيديو جديد أو حتى تصريحات، لكن ده بعد انتشار أخبار عن طلاقها من مطرب المهرجانات عصام صاصة. على الرغم من إنه مفيش أي طرف من الأطراف طلع وقال كلام زي ده أو حتى أعلن الانفصال، وكل واحد منهم عايش حياته وبيظهر بشكل يومي، لكن الجمهور كان واثق ومتأكد من خبر طلاقهم 100%. وده بعد ما هما الاتنين ما بقوش يظهروا مع بعض غير نادرا، لحد ما بطلوا يعملوا كده. وكل الفيديوهات اللي جهاد بتصورها بتكون لوحدها أو مع صحابها، وهم قاعدين 24 ساعة عندها في البيت، لدرجة إنهم جابوا هدومها وبقوا مقيمين معاها في الشقة. في نفس الشقة، وده اللي خلاهم يشكوا في البداية في خبر الطلاق. لكن الخيوط بدأت تتجمع ببعض أكتر وأكتر لما لقوا إنه حتى التجمعات العائلية اللي جهاد بتروحها عصام ما بيكونش موجود فيها، على الرغم إنه في البداية كان دايما لازم يكون متواجد معاهم، لحد ما حصلت حاجة أكدت كل الشكوك، وهو إن عصام قرر إنه يشارك في الأفلام القصيرة اللي التيك توكرز بيصوروها، وإنه يدخل المجال ده. وفي الفترة الأخيرة كان بيظهر بشكل متكرر مع ممثلة مشهورة من ممثلات التيك توك، وهنا الجمهور قال إنه أكيد هي دي السبب في بعدهم. جهاد أثارت الشكوك أكتر من ناحية الحكاية دي بعد ما نشرت فيديو ليها وهي بتعيط وبتقول إن الفترة دي صعبة جدا عليها، وإن هي مش قد بعد الحبايب. وهنا بقى الجمهور بصم بالعشرة إن فعلا حصل طلاق أو انفصال، وإنه أكيد كل الحاجات اللي بتحصل دي مش صدف، وكان ممكن جهاد توضح إن الكلام مش على صاصة من أول يوم. بعد انتشار الأخبار دي الناس اتقسمت لجزئين. الجزء الأول كان شايف إن الحكاية كلها تكهنات من الجمهور، وإن المتابعين بيربطوا أحداث ملهاش علاقة ببعض وتوقعوا عليها مواقف معينة، وإنه أكيد لو في طلاق الاتنين هيطلعوا ويعلنوا مش هيخبوا حاجة على الجمهور. والجزء التاني بقى كان شايف إن جهاد بتعمل كده علشان تستغل الأخبار المنتشرة والترند، وإنها كان ممكن توضح الحقيقة لكنها حبت تثير الجدل أكتر، خاصة لما لقت الكل بيسأل هو فعلا حصل طلاق ولا لأ، وإنه الفيديو بتاعها جه في توقيت يثير الشكوك أكتر. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا، شايفين إن الجمهور هو اللي عمل كل التوقعات دي ولا جهاد بتستغل الترند؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقع صوت الملايين.